بص يا سيدي، احنا أول ما بنكبر تكبيرة الإحرام وندخل في الصلاة الله أكبر، فجأة بتحس إن جسمك كله بياكله، تبدأ تهرش، مناخيرك بتاكله، طرحتك مش مظبوطة، تبدأ تتحرك حركات ولو بسيطة في الصلاة، والهرش بيشتغل بطريقة كأن في ناموسة مبيتلنا النية مخصوص وقت الصلاة. والحقيقة إن ده مش مجرد هرش عادي، دي قصة كبيرة لازم تاخد بالك منها. الشيطان بيحاول هنا يسرق منك أغلى حاجة، الحاجة اللي بتخليك تعمل العبادة على أكمل وجه، وهي الخشوع. السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال لها إيه بقى؟ قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني الشيطان بيثبتك ويخطف تركيزك بحجة الهرش. الشيطان عايز يبوظ عليك الصلاة، هو بيحاول يمنعك الأول، لو ما قدرش بيخليك ما تاخدش الدرجة كاملة. هو مش عايزك توصل لليقين، لأن دي مشكلة كبيرة بالنسبة له. والخشوع مش بس في الصلاة، قيس بقى، الخشوع ده روح كل عبادة. يعني لو صمت وانت بتشتم وتغلط، فين خشوع الصيام؟ ربنا بيقول لك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. هو ده خشوع الصيام. لو طلعت صدقة وانت بتمن على الفقير، فين خشوع العطاء؟ ربنا حذرنا وقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حتى الدعاء، لو قلبك ساهي وبتردد كلام وخلاص، مفيش خشوع. النبي وضح لنا إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فالفكرة كلها إن العبادة من غير خشوع زي الجثة، شكل كده خارجي ومفيهاش روح. والحل بسيط جدا، إنك تستحضر إنك واقف قدام ملك الملوك، أو بتطلع زكاة وتبقى عارف إن هي رايحة برضو لملك الملوك، وتفتكر كلام ربك لما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة مش مجرد حركات بنأديها ونخلص، الصلاة دي وقت السكينة. فلما تلاقي الهرش بدأ يشتغل، اهدى واثبت وافتكر إن الطمأنينة ركن، وافتكر إن الصحابة رضوان الله عليهم كان الطير بيقف على رؤوسهم من كتر سكونهم في الصلاة. فخليك أذكى من حركة الشيطان دي، وركز في الكلام اللي بتقوله ربنا عشان تطلع من صلاتك وانت فعلا مرتاح، مش بس خلصت اللي وراك. وصلت؟